وكم قلت بأن عوام الناس وجهلتهم عندنا لا يكتفون بالطلاق البدعي بل يضمون إليه الكفر. نعم، يضمون إليه كفرين والعياذ بالله. فتجد أحدهم يقول حرمتك على نفسي وأبحتك لأي رجل آخر. أولا من أنت حتى أن تحرم؟ من أنت؟ وكيف لك أن تقدم على التحريم؟ التحريم ليس إلى أحد من الخلق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل إليه التحريم إلا فيما أذن الله له به، أن يكون له فيه رأي أو أن تكون له فيه سنة. أما من تلقاء نفسه ليس له أن يحرم. ولذلك عوتب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وهذا قبل أن يكون هنالك حكم يردعه عن هذا. فلأي شيء يقدم الإنسان على التحريم. وعلى أي حال الأصل أن الطلاق هو طلاق شرعي، والطلاق الشرعي يباح للرجل أن يراجع المرأة. فقول حرمتك، من أين جئت بهذا الأمر؟ قول الرجل حرمتك إنما هو اعتداء على خصوصيات الله تعالى. هذا أمر من خصوصيات الألوهية، ليس لأي أحد أن يتلاعب بالتحريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم يضم كفرا آخر ويقول وحللتك لأي رجل آخر. من أين تحل لأي رجل؟ من أين تحل؟ هي في عدة، قبل العدة هي حرام على جميع الرجال. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا قوله حرمتك على نفسي وحللتك لأي رجل آخر إنما هو كفر بأول هذه الآية وكفر بآخر هذه الآية. مع الأسف الشديد يتسارع الناس إلى هذا الباطل من غير، لا يبالون أن يقذفوا بأنفسهم في جهنم. يتسارعون إلى النار والعياذ بالله، لأنهم يغضبون الله تعالى. هذا مما يغضب الله. الله تعالى شدد الأمر في هذا، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وبين سبحانه وتعالى أن هذا من شأن المشركين. فقد قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبل. فإذا التحريم ليس من شأن المسلم أن يحرم ما أحل الله له، وإنما هذا من شأن المشركين والعياذ بالله. فكيف يتجرأ الإنسان على، وكم نجد من قوارع الإنكار في القرآن الكريم على هذا. الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين، قال 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2. يعني الله تعالى يشدد المقولة والإنكار على المشركين في هذا الافتراء على الله.